يقول أحد فلاسفة الحرية في العصر الحديث، يقول: الشعوب التي تظن أنها استوفت حقها من الحرية هي شعوب جاهزة للاستعباد. استحقاق الحرية أن تطالب بالمزيد منها باستمرار، بالمزيد من غير نهاية، غير نهاية دائما، لأن هناك دائما أيها الإخوة تسللات لاغتيال حقوق الأفراد والجماعات باسم أنواع مختلفة من السلطات المعرفية والسياسية وغير المعرفية والسياسية. فعلى الشعوب دائما أن تواصل نضالها وتواصل المراكمات. لن نقول حتى توفي على الغاية، لأنها لن توفي على الغاية. الغاية مستمرة ما دامت السماوات والأرض وما دامت هذه المسيرة البشرية أيها الإخوة في اضطرادها وفي تكاملها المستمر. لكن الإنسان يشعر بالهضيمة وبالظلم والذل أيها الإخوة حين يظلم ولو أقل القليل من حقه. لكن لو أعطي الحرية أن يعطي سماحا لأعطى 1000 ضعف عن سماح، لكن ليس عن ظلم واضطهاد. هذا ما لا يقبله الإنسان. هذه الحرية التي كرم الله بها ابن آدم أيها الإخوة، هذه الأمانة، أمانة الحرية. إنا عرضنا الأمانة، تعرفون آية الأمانة؟ هذه الأمانة. كم يعجبني في هذا السياق كلمة وتأملوا فيها واحفظوها لشاعر الهند العظيم رابندراناث طاغور، يقول: أنا أعبد الله وأؤمن به. لماذا؟ لأنه أعطاني الحرية أن أكفر به. ما أعظم هذه العبارة. هذا فيلسوف إيمان، هذا يفهم تماما الأمور في نصابها الصحيح، يضعها في نصابها الصحيح. لأنه لا قيمة ولا معنى أن تعبد الله وأن تؤمن به دون حرية، أن ترغم على عبادته، وإلا طبعا تأخذك لجان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتضربك أصواتا وتضعك في السجن وتغرمك دريهمات. كلام فارغ. ما العبادة هذه؟ الله لا يريد هذه العبادة أصلا، الله لم يطلبها يوما، ليس كذلك؟ إيش العبادة الفارغة هذه؟ بالقوة الناس يعبدون الله؟ بالعكس، هو يقول: أنا أعرف أن الله الحق وهو الحق له، أعطاني حتى فرصة أن أكفر به ولم يعاجلني بالعقوبة، جعل عقابي الصحيح وجزائي الأخير في الآخرة ليس في الدنيا، وفي الدنيا لم يمنعني رزقي حتى يرزقني وأنا أكفر به. قال: لذلك أنا عرفت أن هذا الرب حق، أنا أؤمن به وأعبده. شيء عظيم جدا جدا. إذن أنا أعبد الله وأؤمن به لأنه وهبني حرية أن أكفر به. الله أكبر يا أخي. هذا المؤمن، هذا الذي يعرف معنى الإيمان، مش مثل شعوب مغلوبة على أمرها كل شيء مأخوذ منها بالاستلاب، بالسلب أيها الإخوة، وتفهم وتوهم أن لها حقوقا تتصرف بها. أي حقوق؟ لم يبقى شيء. انتبهوا، صبن حريتي لا يبقى لي شيء أعطيه ولا أفاخر به أو أجامل به، فقدت كل شيء. تعرفوا لماذا؟ لأننا لسنا بشرا مستقلين، لم نتعود الاستقلال، لسنا بشرا حقيقيين، نحن آلات، أشبه بآلات. الضبط والتحكم والسيطرة على تمامه، على أحسن وجه معها وبها أيها الإخوة. نحن آلات. إخواني وأخواتي، حذاري، انتبهوا وكونوا أيقاظا. كل من يلقي في روعكم، كل من يلقي في روعكم أنكم أعجز من أن تفهموا، أعجز من أن تروا، أعجز من أن تستشرفوا، أعجز من أن تقدروا على شيء. أنتم لا شيء، تحتاجون من يرى عنكم، من يفكر بالنيابة عنكم، من يختار لكم، من يفرض عليكم الطريق، الغاية والوسيلة. والله هذا يريد أن يستعبدكم استعبادا حقيقيا، يريد أن يحيلكم إلى أدوات، إلى خنجر، إلى سيف، إلى قنبلة أيها الإخوة، إلى صاروخ، إلى سيارة مفخخة. يريدكم أدوات يستخدمها أيها الإخوة أحيانا لينتهي بكم المطاف أو بأحدكم قاتلا مجرما يقتل نفسه ويقتل غيره معه. وطبعا أبشرهم الآن إلى الجحيم وبئس المصير. حاشا لله أن يدخل أداة. الله ما خلقك لكي تكون أداة، الله خلقك لتكون خليفته في الأرض. أرض أرض أرض.